هتصدقوني لو قُلت لكم إن الكيكة دي معمولة بالمَيّة؟ أيوه، معمولة بالمَيّة، كيكة نباتية اقتصادية، بس طعمها بصراحة خطير. شايفين؟ عملت الصينية الجميلة دي مقادير بسيطة وموجودة في كل بيت. خلّيني أقول لكم أنا عملتها إزاي. وأول حاجة نجهّزها مع بعض صوص الشوكولاتة. في الخلاط هانزل بكوباية زيت وكمان معايا كوباية مَيّة وكوباية سكر وكوباية كاكاو خام. أنا باحب أستخدم كاكاو خام أسباني فاتح. أنا عاملة كمية كبيرة إن صينيتي كانت كبيرة شوية، أنتم بقى ممكن تنصّصوا نصّصوا، تمام، وهاحط ريحة البندق، لو مش متواجدة ما فيش مشكلة، رشة فانيليا وخلاص، وهي هاعملها في الخلاط وهاوريها لكم. بعد ما ضربتها في الخلاط ده شكل الصوص بتاعنا، وهنا هافضّيه في أي دورق ولازم يخش التلاجة لحد ما نجهّز مع بعض الكيكة بتاعتنا، لازم يكون ساقع شوية يا جماعة، ده شكله. تاني حاجة نجهّزها مع بعض وهي الكيكة. قبل أي شيء أنا مولعة على الفرن درجة حرارة 180 تمام، وهابدأ أجيب كوبايتين دقيق منخولين مرة و2 و3 وعليهم معلقة بيكنج باودر كبيرة ورشة الملح، وهنا معايا 3 معالق كاكاو خام فاتح. أقلب كل مع بعضه، أهم حاجة يكون كله منخول مرة و2 إذا كان الدقيق أو الكاكاو. قلبت كل كده مع بعضه، كده المواد الجافة جاهزة معايا. يبقى مع بعض الخطوة اللي بعد كده، هنجيب كده دورق هننزل فيه بكوباية سكر وعليها كوباية مَيّة سخنة ونُص كوباية زيت، تمام، أهي نُص كوباية زيت، تكون زيت نوع نضيف شوية، وأنزل عليها معايا معلقتين خل دي هترفع لي الكيك، وكمان معايا ريحة البندق مش موجودة قُلنا نحط الفانيليا، تمام، نقلب كله مع بعضه لحد ما السكر على قد ما نقدر يدوب معانا. هتقولي لي الكوبايات دي كبيرة، أنا استخدمت كوبايات كبيرة معيارية كبيرة عشان عملت صينية كبيرة، أنتِ ممكن تستخدمي المَج بتاعِك الطبيعي بس يكون كل المعايير واحد. هنا هامسك المَيّة اللي عملناها مع بعض كده، هانزل على المواد الجافة تمام، وأبدأ أقلِّب بالراحة. طبعًا في سكر مش مشكلة، نزّليه عادي وابدئي قلّبي الكيكة بتاعتِك كده بالراحة لحد ما تلاقي كل الكيكة اتجانست مع بعضها. شايفين كده؟ أهي، سهلة وبسيطة وحلوة جدًا، جدًا، خصوصًا وإحنا صايمين بندوّر على أي حاجة حلوة ناكلها، هتعجب أولادنا جدًا. كده خلاص الكيكة جاهزة معانا. هنجيب بقى كده الصينية بتاعتنا، قُلت لكم الصينية بتاعتي كبيرة شوية، عشان كده استخدمت كوبايات كبيرة، نزلت عليها بحوالي 3 معالق زيت، دهنت الصينية ونزلت بكل المكونات بتاعتي، شايفين؟ حلوة قوامها جميل. طبعًا أنا مولعة الفرن من بدري قبل ما ابتدي في الكيكة على 180، هادخّلها الرف الوسطاني لمدة حوالي 25 دقيقة واسيبها لمّا تستوي معايا وأرجع أوريها لكم. وده شكلها بعد ما استوت معايا. بُصّوا بقى، أسيبها تهدى معايا وأبدأ أفتح لها كده بالخلة عشان تشرب أكبر كمية من صوص الشوكولاتة اللي إحنا مجهزينه من بدري في التلاجة، لازم يكون ساقع. وهنا هانزل بكل الكمية على الكيكة بتاعتي لحد ما تتشرب خالص. شايفين شكلها جميل إزاي؟ هابدأ بقى إني أجرنشها بأي حاجة عندِك. أنا كان عندي سوداني مجروش، أنتِ بقى عندِك جوز الهند ممكن تسيبيها سادة ما فيش أي مشكلة، ترتاح شوية وهنقطّعها بالشكل الجميل ده. بجد حلوة أوي، اقتصادية، ادتني كمية حلوة أوي. بُصّوا قطعة جميلة إزاي، شايفين؟ خطيرة وأسفنجية وكان طعمها بجد خطير. أنا عملتها مرة و2 و3 بعد الفيديو. طول الصيام بنعملها بصراحة، حلوة أوي، جربوها على طريقتي هتعجبكم جدًا، اقتصادية وصدقوني من غير صيام، حلوة وخفيفة. أتمنى تكون النهارده الكيكة عجبتكم، يالّا بقى اعملوها على طريقتي، كيكة المَيّة النباتية اقتصادية الصيامي بألف هنا. ولو عجبكم الفيديو لايك وكومنت تشجيعي، وكمان لو مش متابعين يتابعوني وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفيد. كل سنة وكل حبايبي طيبين، مع تحياتي ميري أنور، سلام.